وانا بقول لك من دلوقتي الحلقه دي هتبقى مثيره للجدل، ونبدا بالتشكيله الاسوأ. بس قبل ما نبدا انا عايز اقول لك اللي ما ينفعش نحط في التشكيله الاسوأ اي لاعب كان موجود في اسوأ الصفقات، يعني لازم نختار 11 لاعب مختلفين تماما عشان ما نقعدش نلف في نفس الدايره ويبقى في تكرار، فلازم نختار 11 لاعب مختلفين. وخلونا نبدا بمركز حراسه المرمى، وانا بصراحه عيني ما شافتش اسوأ من محمد صبحي ومحمد الشناوي، وانا اختار الاثنين وهوقف الاثنين جون، ولو شطت عليهم ثلاجه برضه هتخش جون. ونخش بقى على خط الدفاع ونبدا بمركز الباك اليمين، وهنا هتبدا اثاره الجدل، وانا اختار اسوأ باك يمين السنه دي في الدوري المصري هو محمد الشيبي. الراجل ما بقاش يركز في الملعب خالص، ودايما بيركز ازاي يأذي اللعيبه اللي قدامه. الراجل دايما بيعمل مشاكل مع المدير الفني بتاعه، لدرجه ان اصلا طلعت اشاعات قال لك عشان يروشيتش يكمل مع بيراميدز لازم محمد الشيبي يمشي. فانا بصراحه ما بحبكش اصلا، فهحطك كاسوأ باك يمين في الدوري المصري السنه ده. ومن الباك اليمين تعال نخش على الاثنين قلوب الدفاع، واللي برضه هيكون فيهم اثاره جدل. اول مساك معانا هيكون ياسر ابراهيم. هتقول لي اصل مدافع راجل، اصله بيلعب بروح، اصله جرينتا، اصل فاصل. هقول لك ما انا ابراهيم صاحبي مدافع راجل وبيلعب بروح وبيعرف يلعب بيلد اب من تحت وبيلعب في الدرجه الرابعه عادي. ايه اللي مميز في ياسر ابراهيم؟ انا دايما مقتنع ان ياسر ابراهيم ده مدافع لقطه. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في ماتش عامل لك ضربه جزاء وجايب لك جون في نفسه ولغى الاوفسايد في جون واخد كارت احمر، بس في نفس الماتش تلاقيه جايب لك جون في الدقيقه 96 مخليك تكسب الماتش، وكل اللي هو عمل في الماتش تنساه وتقول عليه مدافع راجل ومدافع قلب وكل الكلام ده. بس الموسم ده بالذات ظهرت كتير قوي عيوب ياسر ابراهيم، وعنده غلطات اشهرها طبعا في ماتش بيراميدز. وكمان اللي زود عليه اكتر ان هو بيلعب جنبه مساك زي ياسين مرعي، لما كان بيلعب جنبه هادي رياض كان بيظهر بشكل كويس. بس كاوفرول من وجهه نظري ياسر ابراهيم موجود معانا في مركز المساك الاول الاسوأ في الدوري المصري. هيلعب جنبه مين بقى؟ سعد سمير. وانا بصراحه حابب اشكر سعد سمير، الراجل لسه موجب معانا وكان السبب ان احنا نجيب الجون وناخد الدوري. بس بصراحه سعد سمير شطب، ومعرفش ازاي كابتن علي ماهر كان بيعتمد عليه طول الموسم وبيلعبه اساسي. ده في ماتش الزمالك كان عامل كوارث لدرجه ان هو اتبدل ما بين الشوطين بسبب الكوارث اللي عملها. فيا عم سعد سمير انت شطبت ومستحق معانا تاني اسوأ مساك في الدوري المصري. اما بقى الباك الشمال فانا والله نفسي احط احمد فتوح على الاداء اللي كان بيقدمه على الزمالك اخر فتره ده، بس انا مش هختار باك شمال، وهسيب لك انت في الكومنتات تقول لي مين هو اسوأ باك شمال السنه دي في الدوري المصري. وتفتكر اثاره الجدل خلصت لحد كده؟ تعال نخش يا باشا على نص الملعب. انا هاخد النص الملعب الاول معايا هو اليو ديانج من نادي الاهلي. الراجل خلاص بيلعب كوره ومش في دماغه، الراجل خلاص راح فالنسيا فبيقدم اسوأ اداء ليه مع النادي الاهلي الموسم ده. الراجل مش عارف يخرج بالكوره من تحت كويس، الراجل بيعمل كوارث، والراجل بيعمل الميس باص غلط اصلا، وكل ده كان متوقع بسبب ان هو ماشي اصلا ومش في دماغه. فبالاداء اللي هو قدمه السنه دي مع النادي الاهلي يستحق اسوأ نص ملعب. هيلعب جنبه مين بقى؟ هيلعب جنبه هداف الدوري واحسن لاعب في الدوري السنه اللي فاتت امام عاشور. برغم حب ليك والله يا امام وانا بحبك، بس بصراحه الموسم ده انت واحد من اسوأ اللعيبه في الدوري المصري. انا عارف انك اغلب الموسم كنت مصاب ورجعت في النص الثاني من الموسم، بس حتى بعد ما رجعت كنت بتلعب ولو بوزك بتلعب وانت مش عايز تلعب. وحتى لقطه الطياره انك ما رضيتش تسافر مع النادي الاهلي دي اكبر سبب تخليني احطك كاسوأ نص ملعب السنه دي جنب اليو ديانج في الدوري المصري. قدام الثنائيه الجميله دي يلعب قدامهم مين بقى؟ احمد عاطف قطه من نادي بيراميدز. قطه اللي كان السنه اللي فاتت مولع مع بيراميدز ومفير، وخد معاهم دوري الابطال ورجع خد معاهم الكونتيننتال، وكان من احسن اللعيبه في الدوري المصري. الموسم ده بيقدم واحد من اسوأ مواسمه، لدرجه ان هو اصلا ما بقاش اساسي في فريق بيراميدز، وبقى على طول بينزل من على الدكه ومبقاش ليه اي تاثير يذكر في نادي بيراميدز. فيا عم احمد عاطف قطه هتنونو معانا كثالث اسوأ نص ملعب في الدوري المصري. خش لي بقى على خط الهجوم ونبدا بمركز الوينج اليمين، واللي برده بيراميدز مكمله معانا وهاخد فيه حبه الكريز مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لحد من 6 شهور بس كان في قائمه منتخب مصر في افريقيا. مصطفى فتحي اللي كان واحد من نجوم بيراميدز برده الموسم اللي فات، مصطفى فتحي اللي دايما كان معودنا على ترقصاته واهدافه. بس مصطفى فتحي الموسم ده تحس ان هو بقى لاعب عنده 40 سنه، بينزل الملعب مش قادر يعدي واحد على واحد، مش قادر يجري، مش قادر حتى يحط الارطوله كان بيحط، لدرجه ان هو بقى قاعد على الدكه وبيلعب عليه واحد زي زلاكا وزيكو، وكمان ما راحش منتخب مصر. بالاداء اللي قدمه مصطفى فتحي يستحق معانا اسوأ وينج يمين في الدوري المصري الموسم ده. طيب وينج شمال والله كنت اختار اشرف بن شرقي، بس بسبب ان هو فاير في اخر 3 4 ماتشات استبعدته، وانا مش لاقي حد بصراحه، فانا محتار ما بين طاهر محمد طاهر وما بين مصطفى شلبي. فاسيب لكم انتوا الحكم في الكومنتات تقولوا لي مين هو اسوأ وينج شمال في الدوري المصري الموسم ده. ونخش بقى على المهاجم عشان ننهي تشكيلتنا المثيره للجدل دي. والمهاجم اللي اختاره كاسوأ مهاجم في الدوري المصري الموسم ده هو فيستون مايلي. فيستون مايلي اللي بيقدم نفس الاداء اللي بيقدمه اليو ديانج مع النادي الاهلي. الراجل خلاص خد كل حاجه مع بيراميدز، خد الكونتيننتال وسجل هاتريك في اهلي جده هناك في السعوديه، خد دوري ابطال افريقيا، مش عايز
عايز يجدد وعايز يمشي وبيدور على نادي تاني، فطبيعي تلاقيه بيقدم الاداء اللي قدمه مع بيراميدز الموسم ده. انا عايز اقول لك ان فيستون مايلي ما لعبش مع بيراميدز بس ل 17 ماتش الموسم ده في الدوري، 3/4 اصلا كبديل، وما قدرش يسجل الا 5 اهداف، اخرهم كان ثنائيه في الاهلي. طب قبل الثنائيه اللي هو سجلهم في الاهلي ده كان اخر جون جايبه وكان في شهر 11 السنه اللي فاتت. فيا عم فيستون مايلي انت منورنا والله كاسوأ مهاجم في الدوري المصري الموسم ده. ولو نحط دكه للتشكيله دي ممكن ناخد عبد الرحمن مجدي، ممكن كمان ناخد مابولولو، وممكن ناخد محمد عبد الله، وممكن ناخد احمد شريف من نادي الزمالك. ولو اختار بقى مدرب يقود التشكيله دي فاكيد مش هلاقي اسوأ من يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك اول الموسم. والتشكيله قدامك اهي، قول لي رايك فيها في الكومنتات وقول لي انت مختلف معايا. اكيد انت مختلف معايا طبعا، قول لي ايه النقط اللي انت مختلف معايا فيها، وبرضه قول لي تشكيلتك في الكومنتات اسوأ 11 لاعب في الدوري المصري الموسم ده. وتعالى بقى نختم حلقتنا باحسن تشكيله للدوري المصري، واللي معيار الاختيار فيها هيبقى اخرنا ناخد لاعبين بس من كل فريق عشان نضمن ناخد من اكتر فرق ممكنه، واللي بصراحه في كذا لاعب في كذا فريق كان مقدمين موسم كويس. وتعالى نبدا بمركز حراسه المرمى اللي هياخد نفس الحارس اللي انا خدته في تشكيله السنه اللي فاتت، وهو حارس مرمى نادي الجونه محمد علاء. الراجل ده من السنه اللي فاتت وهو عاجبني، ولما طلعت اشاعات اللي هو جاي نادي الزمالك كنت فرحان وكان نفسي يجي، لان الراجل ده لو كان جه نادي الزمالك كان هيبقى هو حارس نادي الزمالك ال10 سنين اللي جايين. الراجل بيعمل تصديات خرافيه، بيعرف يخرج بالكره من تحت، بيعرف يلعب تحت ضغط، ويكفينا اقول لك ان هو الثاني اكتر حارس عامل كلين شيت في الدوري المصري ب 12 كلين شيت، وهو بيلعب في فريق زي فريق الجونه. وعشان الموسم العالمي اللي هو عنه ده استحق بكل جداره يكون موجود مع منتخبنا في كاس العالم اللي جاي. ومن حارس المرمى تعال نخش على خط الدفاع، والبدايه بمركز الباك اليمين. وانا هاخد في مركز الباك اليمين ده محمد هاني لسبب واحد بس، اولا ان مفيش غيره في مصر، ثانيا اي لاعب هاخده مكان محمد هاني هيتصاب ومحمد هاني هيخش التشكيله. وانا كان نفسي بصراحه اخد احمد مجدي كهربا، الراجل اللي بيلعب في المقاولين العرب، وافتكر الاسم ده كويس هتلاقيه موجود السنه الجايه في النادي الاهلي، بس عشان مستقبله ما يتصابش فانا هاخد محمد هاني. ومن الباك اليمين تعال نخش على الباك الشمال، والمفروض اخد فتوح عشان مفيش غيره في الدوري المصري، بس بصراحه بالاداء اللي قدمه اخر فتره مع نادي الزمالك ده انا مش طايقه، وكان واحد من اسوء لعيبه نادي الزمالك، عشان كده هركنه ومش هاخده، وهاخد الباك الشمال الاساسي في نادي الزمالك وهو محمود بن تايب. اقل حاجه ممكن تتقال عليه باك شمال عالمي، دفاعيا جبار، هجوميا جبار، اختراقاته جباره، لدرجه ان هو في ماتش الاهلي خد لك ضربه جزاء بمجهوده فردي، ضربه الجزاء دي كانت دخلت جون كان ممكن سيناريو المباراه يتغير. وحتى شفت تاثيره لما غاب في نهائي الكونفدراليه الماتش الثاني، نادي الزمالك الجبهه دي كانت مفتوحه عنده ازاي. فمحمود بن تايج انت تستحق معانا احسن باك شمال السنه دي في الدوري المصري. اما بقى الاثنين قلوب الدفاع فانت هتستغربهم جدا، لان الاول معانا هيكون شبيه اسلام مهدي، احمد كلوشه مدافع نادي انبي اللي مقدم معاهم الموسم ده موسم استثنائي بصراحه، ومقدم معاهم اداءات كويسه تضمنه وتخليه يكون موجود معانا كاحسن مساك في الدوري المصري الموسم ده. هيلعب جنبه على طول مين؟ رجب نبيل مساك سيراميكا كليوباترا. الراجل ده من اول الموسم ما بيقدم اداءات جباره، حتى كمان لما راح منتخب المحليين قدم على الاداءات دي، وكان واحد من احسن اللعيبه القليله جدا في المنتخب. وكفايه بس ان هو كان بيلعب جنبه سعد سمير وشايل دفاع سيراميكا كليوباترا وشال كره على خط في ماتش الزمالك، فرجب نبيل يستحق يكون موجود معانا تاني احسن مساك في الدوري المصري. ومن خط الدفاع هنخش على نص الملعب، واللي لازم اول واحد يكون موجود معانا مهند لاشين، احسن نص ملعب 6 مصري في مصر. الراجل كان بيلعب قدام الاهلي والزمالك، حتى في منتخب السعوديه ومنتخب اسبانيا كان بيلعب لوحده. راجل بيخرج الكره زي ما الكتاب بيقول، راجل هادي، راجل راسي، الكره الطويله بتاعته عالميه، وكمان الشورت باص بتاعه عالمي، وحتى كمان بيشوط من مرمى الجزاء والاروع. فالراجل ده بصراحه يستحق يكون موجود معانا في التشكيله كاحسن نص ملعب 6، وكمان لازم يبقى ليه دور رئيسي في منتخب مصر في كاس العالم. وجنب مهند لاشين هيلعب مين بقى؟ ماتا مجاسة لاعب نادي زد، والاسم ده اللي عليه خناقات كبيره جدا من بيراميدز والاهلي، هما الاثنين عايزين ياخدوا الموهبه الموريتانيه اللي عندها 22 سنه، حتى كمان جاله عروض من اوروبا. فالراجل ده بالاداء اللي بيقدمه مع نادي زد نص ملعب عالمي، راجل بيعرف يوزن لك ما بين الدفاع والهجوم ويقدر يمسك لك نص الملعب، وده اللي شفناه في الماتشات اذا كانوا قدام الاهلي او الزمالك او بيراميدز. فبصراحه ماتا مجاسة يستحق يكون موجود معانا كثاني احسن نص ملعب في مصر. ومن نص الملعب تعال نخش على خط الهجوم، واحنا هنلعب بتشكيله 4-2-4، واول لاعب معانا في مركز الوينج الشمال هيكون محمود عبد الحفيظ زلاكا، احسن لاعب في بيراميدز الموسم ده بلا استثناء. معرفش ازاي كابتن حسام حسن قرر ان هو ياخد واحد زي مصطفى زيكو ويسيب زلاكا. زلاكا اللي بيلعب وينج يمين، زلاكا اللي بيلعب وينج شمال، زلاكا اللي بيلعب فيرود وبيلعب كمان تحت الفيرود. فالراجل ده كان مؤثر جدا مع نادي بيراميدز، معرفش ازاي ما راحش منتخب مصر، بس انا عوضت لك وحطيتك كاحسن وينج شمال في الدوري المصري الموسم ده. اما بقى احسن مهاجم معانا في التشكيله هيكون احمد ياسر ريان. ما ينفعش اعمل تشكيله احسن لعيبه في الموسم وما احطش هداف الدوري المصري، والراجل ده يستحقها
يستحقها. الراجل ده مقدم موسم عالمي مع نادي البنك الاهلي. الراجل ده ما حدش كان فاكره اصلا، وكان كله كان فاكره اتنسى، كان قاعد دكه في نادي زد، فجاه راح البنك الاهلي وانفجر وبقى هداف الدوري المصري، ويستحق يكون موجود معانا احسن مهاجم في الدوري المصري. وكده احنا فاضل معانا مركزين، وهو وينج يمين وتحت الفيرود. وتحت الفيرود بصراحه انا هاخد علي سليمان لاعب النادي قرابه الاسماعيليه. الراجل ده بيلعب وينج يمين وينج شمال تحت الفيرود وكمان فيرود. الراجل ده من بلد اسمها اريتريا. الراجل ده عنده 22 سنه، والراجل ده عامل اعلى معدل مراوغات ناجحه في الدوري المصري، عنده اعلى نسبه تسجيل اهداف في الدوري المصري، والراجل ده برده مسجل 10 اهداف، وهو رابع هدافين الدوري المصري، وبيلعب في فريق هبط رسميا زي قرابه الاسماعيليه. فالاسم ده ركز معاه كويس، لان هيبقى عليه خناقه وهيبقى موجود في فرقه كبيره، مش شرط اهلي او زمالك، بس ممكن تلاقيه سيراميكا، بنك اهلي، المصري، سيراميكا. فالراجل ده يستحق يكون موجود معانا في التشكيله. هحشره فين بقى؟ هيتحط تحت راس الحربه وخلاص، لان مركز الوينج اليمين هو محجوز لاحسن لاعب في الدوري المصري الموسم ده، وهو خوان الفينا جنزيرة. هتقول انت مش قلت ما ينفعش اي حد انت خدته قبل كده تكرره؟ اقول لك يا عم انا صاحب الحلقه ولا صاحب القناه، وهكرر معانا خوان جنزيرة الفينا، وهيكون موجود معانا في مركز الوينج اليمين، وهو اصلا احسن لاعب واحسن صفقه في الدوري المصري كله. ولو ناخد شويه بدل التشكيله دي، فاكيد هنحط واحد زي عبد الرحيم دغموم، هنحط واحد زي اسامه فيصل، هنحط واحد زي فخري لقاي، وهنحط واحد زي عمر الساعي، وفي اثنين لعيبه بيلعبوا في دجله، واحد اسمه دياستي وواحد اسمه ماجاكيتش او حاجه كده، راجل كرواتي. الاثنين دول برده من احسن لعيبه في الدوري المصري الموسم ده، هيكونوا موجودين معانا في الدكه. وقدامك اهي من وجهه نظري دي احسن تشكيله في الدوري المصري الموسم ده. وطبعا لو اختار مدرب يقود التشكيله دي، فاكيد مش هفكر مرتين واختار محمد الشيخ مدرب فريق وادي دجله. راجل عنده 33 سنه، عامل فريق لا يقهر حرفيا من وادي دجله، بيلعبوا احسن كوره في الدوري المصري، اجمل بيلد اب مصري هتشوفه عينك، احسن ضغط عالي وتقفيل مساحات هتشوفه عينك. فاللي الراجل بيعمله في فريق زي وادي دجله بالميزانيه وباللعيبه اللي عنده دي، تخيل لو مسك فريق كبير هيعمل معاهم ايه. فعشان كده هخليه هو يكون احسن تشكيله في الدوري المصري من وجهه نظري. والتشكيله قدامك اهي، يا ريت تقول لي رايك فيها في الكومنتات، وتقول لي مختلف معايا في ايه. وانت كمان ما تنساش تقول لي تشكيلتك لافضل 11 لاعب في الدوري المصري الموسم ده. وتفتكرنا خلصنا صح؟ لا احنا لسه عندنا يا باشا